نواصل اليوم الحديث معكم عن فوائد الزواج في الإسلام. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، للزواج فوائد كثيرة دينية واجتماعية وصحية، نذكر منها ما يلي: أولا، الامتثال لأمر الله ورسوله الذي هو غاية سعادة العبد في الدنيا والآخرة. ثانيا، اتباع سنن المرسلين الذين أمرنا باتباعهم والاقتداء بهم. ثالثا، قضاء الوطر وفرح النفس وسرور القلب. ثالثا، تحسين الفرج وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة. خامسا، تكتير الأمة الإسلامية. سادسا، تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمم يوم القيامة، وذلك بكثرة أتباعه من المسلمين. سابعا، ترابط الأسر وتقوية أواصر المحبة بين العائلات وتوكيد الصلات الاجتماعية. أيها المستمعون والمستمعات، فإن المجتمع المترابط هو المجتمع القوي السعيد. ومن فوائد الزواج أيضا أنه سبب لكثرة الرزق والغنى، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ومن فوائد الزواج في الإسلام أيضا الإبقاء على النوع الإنساني وتكاثره بصفة عامة. ومن فوائده أيضا حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه من سكن نفسي وجسمي وروحي وعقلي. ومن فوائده أيضا تعاون كل من الزوجين على تربية الأولاد وبناء الأسرة والمحافظة عليها. ومن فوائده أيضا تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والواجبات والتعاون المثمر في دائرة المودة والرحمة والمحبة والاحترام والتقدير وفق ما أمر الله به ورسوله. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية من سورة الروم. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، ومن فوائد الزواج في الإسلام أيضا حصول الأجر العظيم والثواب الجسيم بالقيام بحقوق الزوج والأولاد والإنفاق عليهم. ومن فوائده أيضا تمام الدين وطهارة النفس والبدن وحفظ السمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في الباقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده أيضا دعاء الولد الصالح لوالديه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، من هنا تبدو الفوائد العظيمة والمتعددة للزواج في الإسلام، من حيث المحافظة على الدين والنسل والعرض والشرف وما إلى ذلك. وعليه نرجو من المسلمين تسيير عملية الزواج وعدم الإفراط في غلاء المهور. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح أي الزواج، بركة، أيسره مؤونة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا تغلوا في صداق النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم وفقنا لتحقيق هذه الغاية النبيلة لشباب الإسلام. اللهم آمين